في بداية العلاقات تظهر المشاعر وفي نهايتها تظهر الأخلاق. كثير منا ما عنده وعي بثقافة الانفصال. اثنين يقررون إنه العلاقة تنتهي أو ينفصلون، سواء كانوا زوجين، أصدقاء، في عمل. مو معنى إنه إحنا انفصلنا معناها إنه إحنا ننشر غسيل بعض. نحترم بعض، يظل الاحترام موجود واحد. اثنين، ما نطلع أسرار بعض، يظل التقدير بيننا، خصوصا إذا كان في أبناء أو إذا كنتوا في صداقة عمل أو زمالة. حتى لو انتهت، مو معناه إنه إحنا فصلنا واختلفت وجهات نظرنا لازم إنه يصير في كره. ليش أكره؟ تظل المحبة ويظل التقدير. الأطفال مو لازم يعرفون مشاكلكم، يعرفون سبب الانفصال. حتى لو حبيتوا توضحوا لهم بطريقة لبقة، بطريقة لطيفة، لأنه ما لهم ذنب. ممكن هم يدخلون في اكتئاب أو يجلسون في حزن بسبب إنه أنتوا قررتوا الانفصال. أنت كأم ما تشوهين صورة الأب في عيون أبنائه، وأنت كأب ما تشوه صورة الأم في عيون أبنائها. إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. دائما خلي ثقافة الإحسان عندك، في قولك، في عملك، في فعلك، في القرب وفي البعد.